البنت الجميلة الجذابة الفاتنة اللي لقبها الجمهور بالقطة الشقراء وقمر 14، وده بسبب جمالها الفائق. ولكن جمالها ده سبب لها مشاكل كتيرة، وكان في إشاعات كتيرة بتدور ناحيتها. بمجرد ما وصلت لعمر الشباب، الفنانة الجميلة كاميليا اللي حبها ناس كتيرة، ومن ضمنهم دون جوان السينما المصرية رشدي أباظة والملك فاروق. الفنانة كاميليا اتولدت في 13 ديسمبر سنة 1929 في اسكندرية. والدتها كانت من أصل إيطالي، اسمها أولجا لويس أبنور، وعاشت حياة فقيرة هي وأمها على إيراد البنسيون اللي كانت بتمتلكه والدتها. ولما وصلت كاميليا لسن المراهقة ظهر جمالها بشكل واضح، واكتشفها المخرج أحمد سالم سنة 1946، وكانت لسه وقتها عندها 17 سنة، وأعجب بيها إعجاب شديد بمجرد ما شافها، وتعاقد معاها إنها تكون تحت الاختبار، ووعدها إنه يخليها ممثلة مشهورة، وقام بتدريبها على التمثيل والرقص. مش بس كده، ده فتح ليها بنفسه باب الشهرة والنجومية، وده بعد ما حبها وصمم إنه يخليها نجمة سينمائية، وخصص ليها أساتذة في الإتيكيت، واختار لها اسمها الفني كاميليا. لكن مرت فترة ومنفذش وعده ليها إنه يخليها نجمة سينمائية. قررت كاميليا إنها تشق طريقها من غيره، وقدرت إنها توصل للفنان يوسف وهبي اللي بنفسه قرر إنه يضمها لفيلمه القناع الأحمر. وتصاعدت نجومية كاميليا، وبسرعة أصبحت حديث المجلات والوسط الفني. وربط بينها وبين الفنان رشدي أباظة إشاعات قوية عن علاقة غرامية نشأت بينهم. الأمور ما وقفتش لحد كده مع الفنانة كاميليا، ده كمان الملك فاروق أعجب بيها إعجاب شديد بعد ما شاف على غلاف مجلة، وحاول إنه يتقرب ليها. وبيقال إنها أصرت إنها ترقص وتغني لما عرفت إن الملك فاروق موجود. وبالرغم من إن العمر الفني للفنانة كاميليا كان قصير جدا، لكنها أربكت الوسط الفني، وما زال سر نهايتها مدفون معاها. والفنانة كاميليا شاركت في الفيلم الأمريكي الطريق إلى القاهرة، وكانت المصرية الوحيدة الموجودة في الفيلم، وده خلاها تخطو أول خطواتها نحو العالمية. يقال إن الملك فاروق كان بيعشقها، وكان بيغير عليها من علاقتها بالفنان رشدي أباظة، اللي بدأت علاقتهم العاطفية مع بعض في الأسبوع الأول من تصوير فيلم امرأة على نار. رغم من وصول تهديدات من الملك فاروق للفنان رشدي أباظة، لكنه استمر في حبه ليها، ورتبوا مع بعض ليوم زفافهم لحد ما اتفاجئ بوفاتها، ودخل في حالة هستيريا. فضل بعدها في المستشفى لأكتر من أسبوع. ومن المفارقات في حياة كاميليا إنها لما حبت تحجز مقعد في الطيارة اللي كانت مسافرة لسويسرا ملقتش مكان لحد قبل السفر بوقت ما تعداش الساعات، لحد ما اعتذر الكاتب الصحفي أنيس منصور عن السفر. بقى الكرسي بتاعه فارغ، وعادت عليه الفنانة كاميليا. وفي صباح 31 أغسطس سنة 1950 أقلعت الطائرة من مطار القاهرة، لكن طيرانها ما استمرش أكتر من 20 دقيقة، ووقعت بعد كده منفجرة فوق دلتا وادي النيل في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة. وما تمش العثور غير على فردة الحذاء بتاعة كاميليا الستان الأخضر بلون الفستان اللي كانت لابساه. ولحد اللحظة دي يفضل لغز رحيل كاميليا اللي توفت في عز شبابها وهي عندها 31 سنة غامض، زي نجمات تانية انتهت حياتهم بشكل مأساوي وغامض.